صباح الخير. معظم الأسئلة اللي بتجيني عن المقابلات، أعمل إيه في إجابة السؤال الفلاني في الانترفيو، أعمل إيه مثلا وأنا رايح، إيه النصيحة اللي ممكن تديها لي لو أنا عندي انترفيو مع HR. معظم الناس بتسأل أعمل إيه في الانترفيو، ولكن إيه اللي ممكن أعمله بعد الانترفيو؟ محدش سأل السؤال ده، أو مش كتير بيدوروا ماذا بعد الانترفيو. تمام. حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها بعد الانترفيو، ان انا اصلا جوه المقابلة سواء بقى technical HR whatever، بكون مركز في الاسئلة اللي بتتسأل لي. تمام. وبكون مركز في الاجابة اللي انا برد بيها. ليه؟ عشان بعد الانترفيو اكون عارف اقيم نفسي. لو انا مثلا شايف ان انا ضعيف، افضل حد على فكرة يقيم الموضوع انت تقدر تقيمه، لان انت اللي كنت جوه الموقف مش حد تاني. فلما اراجع مع نفسي الاسئلة اللي اتسألت، واشوف ايه صح، ايه غلط، ايه كان كويس بس ممكن يبقى فيه احسن، ايه اللي محتاجة اقدر اشتغل عليه اكتر، ايه الحاجات القوية اللي موجودة عندي وحابب ان انا اظهرها اكتر. فدي حاجات مهمة جدا اعملها بعد الانترفيو. طيب فلنفرض ان انا عندي انترفيو والاداء بتاعي ما كانش احسن حاجة والدنيا باظت خالص في المقابلة. عادي، هي مش اول ولا اخر مقابلة ومش اول ولا اخر شركة، واحنا كلنا بنجرب وكلنا بنحاول وبنسعى، وفي الاخر النتيجة دي بتاعت ربنا، كلها ارزاق. ف ما تقلهاش على نفسك أوي. يعني خلاص انا عملت الانترفيو، خدت الاكسبيرينس بتاعت الانترفيو ومشيت، اديت وحش مش مشكلة، فانا برضو خدت اكسبيرينس ان انا احاول ادي احسن ازاي. تمام. فما بحاولش ان انا اضغط نفسي، ما بحاولش ان انا اضايق نفسي، ان انا اوفر ثينك كتير قوي في المقابله اللي فاتت. لا خلاص، اخد الدرس المستفاد واركز على اللي جاي. دي اهم حاجه. دي كان ملاحظه بسيطه كده بعد الانترفيو لازم ناخد بالنا منها. ليه؟ لان في كتير ناس بتركز على المقابله وتنسى بعد المقابله انا المفروض اعمل ايه. تمام. غير بقى ان انا اشتغل على نفسي، احاول اشتغل على الابيرنس، احاول اشتغل على طريقه الكلام، على البرزنتيشن، احاول اشتغل على اي بقى نقط ضعف تكنيكال موجوده. احاول بقى مش بس نقط ضعف، مش لازم تكون كلها مشاكل، ممكن يكون عندي نقط قويه وانا ما قلتهاش فلازم اقولها. ممكن يكون عندي نقط قويه قلتها بس بشكل مش احسن حاجه، فلازم اخد بالي اقول النقط دي، نقط القوه عندي دي عامله ازاي. فدول كانوا كام ملاحظه عن اعمل ايه بعد الانترفيو. طبعا لو في فرصة كمان ان انا اقدر ابعت ميل شكر، لو انا المكان عجبني او الشركة كويسة وكانوا هما بروفيشنال، ممكن ابعت لهم ايميل شكر، مفيش مشكلة. من وجهة نظري متواضعة، ان انا ما استناش فيدباك، ما اقعدش بقى اشغل اسحل نفسي واقول استنى فيدباك بعد اسبوع، بعد 2، بعد 3. لا خلاص، انا اصلا كده كده الشركة دي او غيرها انا راسم لنفسي حاجة ماشي على اللاين ده. والله جت مع المكان ده اهلا وسهلا، ما جتش خلاص مش مشكلة. مش معنى كده ان هما وحشين او انا وحش، ممكن تيجي مع شركة احسن، ممكن تيجي فرصة افضل، ما حدش عارف يعني الافضل دايما هيكون موجود فين. ف take it easy، وبعد الانترفيو لازم نحسب حساباتنا صح. باي.